محسن الهزاني رجل من أهل الحريق، والرجل هذا يعني الوادي اللي هو فيه أصابه قحط في سنة من السنين حتى احمرت الأرض وأصبح الشجر حطب 8 سنين. يعني شيء فظيع. الناس أكلوا جلود الأنعام، شيء فظيع. فقال الناس ابن الجاء إلى الله، قالوا توكلنا على الله. كان من ضمنهم شاعر محسن الهزاني، وكان شاعر معروف، شاعر غزل أو شاعر وصف. فقالوا يا محسن الله لا يهينك، لا تجي معنا. أيوة، خلنا نستغيث الله بقلوب إيش؟ بقلوب طيبة. أنت قلبك ما هو طيب، قلبك أنت خبيث. أي نعم. المهم ردوا، استغاثهم الله عز وجل، وما أحدث الله عز وجل في السماء شيء بعزته وقدرته، أسبوع أكثر أقل، لكن ردتهم لها أعقبت في قلبه حسرة وانكسار وندامة. أخذ الأطفال والبهائم والناس اللي يشوفونهم الناس مجانين مهابيل وكذا، وقطع بهم الوادي بدون ما يدرون جماعته، ثم استقر على ربوه من الأرض وصلى ما كتب الله له، واستغاث الله عز وجل بالقصيدة. قال في مطلعها: دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل، واستقم في الدجى وابتهل ثم قل، يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال، يا لطيف بنا دائم لم يزل، واحد ماجد قابض باسط، حاكم عادل كل ما شاء فعل، ظاهر باطن خافض رافع، سامع عالم ما بحكمه ميل، أول آخر ليس له منتهى، جل ما له شريك ولا له مثل، بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا كل ما أنت له، يا إلهي أهل، يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء، أسألك بالذي يا إلهي نزل به على المصطفى مع شديد القوى، واسألك بالذي دك صلب الجبل، الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو ثم حسن العمل، واسألك غاديا ماديا كل ما لج فيها الرعد، حل فينا الوجل، غادي صادق غادق ضاحك باكيا كل ما هل مزنه أطل، المحث المرث المحن المرن، هاميا ساميا آنيا متصل، واسألك بعد ذا عارضا سائحا كاللي دقاق مثنى سحابه طبل، دائر حائر عارض رائح كل من شاف برقه تخاطف جفل، من سحاب حقود صدوق جفول عريض مريض وني عجل، كالنمزنه إلى مرتد مرتكم في ميثان السداد مرات الحلل، ناشي غاشي سداه فوق السها كني مد سحابيه جرجر عجل، مدهش مرهش مرعش من عشل، لمع برقه كما سيوف هند تسل، كني نثر الطها يوم هب الهوى فزفري من جفل، وارتهش وجه والكل ما اختفق واصطفق واستهل وانتهل، إنها ملك الهلل، أدهم مظلم موجف مركم جور سيله عم الوعر والسهل به، حط الحصى بالوطى من على من حي بالرفا والغاثى بالشلل، أحين مرتوى واستوى واقتوى واستقل وانتقل إذ ما حل المحل، بعد ذا آخر ما حمي جور ما ثم شيل الشجر في مسيل الفحل، كلما ازدجر واندجر وانفجر ما هي حط الحجر في جروف الجبل. الآن هذا الطلب الذي يريده من الله عز وجل، الآن تأتيك النتيجة، والفياض اخصبت والرياض عشبت والركايا رجعت والمظل اسفهل، والحزوم اربعت والجوازي سعت والطيور اسيعت فوق زهر النفل، كني وصف اختلاف الزهر بتلا وفروش الزوال تفل، بعد ذا علها مرهش قالق في بقاي أربعا من سماك العزل، بعد هذا يحل الزلال بدلال، قدر شهر سقى راسيات النخل راسيات الميثان طوال الخطوط، مستطيل المقادم جريد مضل، حيثهن الدخائر لا ما بقى بالدهر ما يدير الهدير الجمل، تغتني به رجال بواد الحريق، هم قروا من كرام نلاج المحل، هم جزال العطايا غزار الجفان، هم لباب لضيف بليل هشل. ايش سووا فيهم؟ ردوه صح وقالوا انت خبيه يا محيسن، انت تعبان، انت والله ما تستغيث الله معنا. ايش سوى في القصيده؟ مدحهم باحسن ما فيهم وافضل ما فيهم. انت كيف تبى يغيثك الله عز وجل وقلبك اسود على جماعتك؟
قال يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استجب دعوتي إنني مبتهل امح سيئاتي واعف عن زلتي فإنني يا إلهي محل الزلل كالذي مد فيك إلهي فلا خاب من مد فيك إلهي آمل اهدني يا إلهي فإني أقول دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل ثم ختم الصلاة على المصطفى عد من حسحاب صدوق هل. استجاب الله عز وجل دعوة محيسن هذا وأعطاهم الله عز وجل مطر وسيل طلع عروق الأثر كما وصف.